تخيل انك خارج من محل الفاست فود اللي انت بتحبه، لقيتهم حاطين اعلان قدام المحل لصورة السندوتش اللي انت لسه واكله بس بايظ. شاكرين على العشوه الظريفه دي يا بابا، ان شاء الله تعمل لنا على الغدا بكره صينيه كلاب. برجر كينج نزلت بكامبين عجيب، نزلوا فيديو بيورونا فيه ازاي الوبر اللي هو يعتبر من اشهر السندوتشات بتاعتهم هو بيبوظ وبيتكون عليه عفن على مدار شهر كامل. الكامبين كانت غريبه وشدت انتباه الناس لانهم بداوا يشوفوا في الشوارع نفس الاعلان اللي فيه شكل الساندوتش وهو بايظ. المتعارف عليه دايما في الفاست فود اندستري ان الاكل بيكون مليان كيميكالز ومواد حافظه، وناس كتير بقت بتهاجم الاندستري دي بسبب الاضرار الصحيه اللي بتسببها. الواحد مبقاش عارف ياكل ايه الصراحه. ربع رغيف كفته من عند صبري وبتزايا سوسيس حلوه كده عليها اكسترا جبن من عند العمده. وعلى طول محلات الفاست فود بتصور في اعلاناتها شكل اكلها مثالي ومفيهوش غلط، وده ضد مفهوم الاكل اصلا اللي هو لو طبيعي قعد شويه هيبوظ، وده اللي كانت برجر كينج بتحاول توصله باعلان. الاكل بتاعنا ما فيهوش مواد حافظه، ولو قعد زي اي اكل طبيعي هيبوظ. ده اللي خلق ترانسبيرنسي ما بينهم وما بين الكونسيومرز اللي مهتمين بجوده الاكل وفي نفس الوقت بصحته. بعد الاعلان الجريء اللي كسر قواعد كتير ده وخلى الناس صعب تنساه، مبيعات برجر كينج زادت بنسبه 14%. والاخبار كلها اتكلمت عن الموضوع والناس ثقتها زادت في البراند جدا. الكامبين دي استخدمت استراتيجي اسمها بول بروف استراتيجي، بينت ان الثقه مش بتتبني غير بالحقيقه، والبراند اللي بيقول الحقيقه من غير تلميع حتى لو حقيقه صادمه هو البراند الشجاع الصريح مع الكونسيومرز اللي بقوا واعيين اكتر عن صحتهم وبقوا ينتقدوا اي براند بيعمل حاجه غلط بكل سهوله. وعشان تعرف كامبينز اكتر زي دي اعملي فولو واستناني. انا عمر سامي وهأثرها عليك.